ايوا السلام عليكم الاخوان، تحياتنا لكم وعاش الشعب المغربي العظيم. هذا الفيديو اكيد ومؤكد كسائر الفيديوهات فيه تسريبات صوتيه، وهاد التسريبات الصوتيه غنسمعوا فيها عن بقايا الهالكين اللي نجاو، اللي تصابوا، اللي تجرحوا، اللي نجاو في هذا الفيديو. وهذا واش علاش تعمدت انا ندير هذا الفيديو على هذو الشياطه اللي شاطت. علاش تشيط هادو الشياطه اللي شاطوا من هذه الضربه الدرونيه؟ علاش يشيطوا؟ علاش ما يتقتلوش حتى هما؟ علاش غير خبطه وحده وقفهم وخليهم ينجاو؟ علاش المغربي يسمح للبوليساريو تدخل تنقض جرحها؟ علاش؟ هنا عندي رساله خوت، نقطه رجع للسطر. هذا الفيديو عندي فيه 3 رسائل. الرساله الاولى المتابعين هذه القناه، لانه نشرت فيديوهات في البدايه على ذا اللي خلق في المحبس وما اكدتوش حقيقه. نشرت الفيديوهات وقلت راه كاين ما كاين، وكنا ننتظر الخبر. انا ما كنتسرعش، ولكن هذه القناه راه ما هو افتخار. الا نشرت لكم شيء الا ما كانش 100% صحيح، كونوا مأكدين على ان على الاقل 90%. ما كنشرش الكذب والتضليل كذا والبروباغندا ودير لي جيم نربح الارصاص. هذا الخبر، هذه القناه معروفه وسابق ذاك كنا في الفيسبوك، كنا هذا، وحنا نقدموا ولو 1% من هذا اللي قدموا الجنود المغاربه في الجدار الرملي دفاعا على مغربيه الصحراء. 1% حنا ما نوصلوهمش. 1% ما نوصلوش دوك الجنود المرابطين في الجدار الرملي، ما نوصلوش حنا 0.001%. لان ابسط وسيله اللي كتعرفوا هي وسائل التواصل الاجتماعي. رانا كنشطوا حنا في اطار الهجومات الاعلاميه. وسمحوا لنا خوتي في البدايه على الضجيج. لا نشرتكم شيء، عرفوا راه الا ما كانش 100% راهو 95 حتى 90% صحيح، مبني على شهادات وتسريبات صوتيه. عندي رساله للقوات المسلحه الملكيه ولمن المسؤول المغربي. وسابق ذاك بغيت نظهر لكم واحد الفيديو، لانه هذا اللي كان خالق اليوم في المحبس كان واحد الاحتفال في المحبس بمناسبه الذكرى 49 للمسيره الخضراء. وكان واحد المجموعه من الصحراويين اغلبيتهم من ايتوسا وتشكنا والقبائل كامله صحراويين، اغلبيتهم صحراويين حاضرين في هذا الاحتفال ومحتفلين كاملين في المحبس بالذكرى 49 للمسيره الخضراء، حتى سمعوا ذوي انفجار تسمع عن بعد، ولكن تسمع راه غنوريكم الفيديو، ظهر لكم فيديو تسمع ليه الانفجار. ولكن ظهر واحد الشخص، واحد الانسان حكيم، كان قابض الميكروفون، كان يتكلم بالصدفه، هدأهم قال لهم هدأوا، لا تخافوا، الانفجار بعيد علينا، عاش الملك والصحراء المغربيه، وهدأهم وعطاهم واحد الشحنه من المعنويات وشحنه من الحماس. وانا هذا الشخص حمسني حقيقه، حرك ذاك اللي في داخلي. غنظهر لكم الفيديو الخوت، غتشوفوا الفيديو من هنا، من مواطن مغربي بسيط والشعب كنوجه له التحيه. وهذا اكيد ومؤكد رجل حكيم ورجل وطني حر، صحراوي مغربي حر، كنوجه له التحيه من هاد القناه. وكنتمنى نكون نيابه على الشعب المغربي وغنشوف التعاليق. واش انا نوب عليكم بالتوجه التحيه لهذا الرجل الحكيم اللي يهدأ الحاضرين في هاد الاحتفاليه. ما بغاوش يهربوا ولا يخافوا، لانه سماع ذوي انفجار يقدر يزرع الرعب في نفوس الحاضرين وقدروا يهربوا نحو المجهول وتوقع كارثه. فهدأهم سبحان الله. الحضور كان قوي، ومن اللي لقى ذاك الكلام وعاد يحمسهم تحولت التفجيرات الى مهزله للبوليساريو. عادوا فرحانين ويطبلوا ويغنوا. زادوا تخيلوا معايا على انه البوليساريو زادتهم نشاط على نشاط. هذه نقطه كنوجه له تحيه الشكر. وانا شخصيا مواطن مغربي بسيط كنوجه لهذا الشخص الحكيم، ماني عارف اسمه حقيقه، اللي يعرفوه يكتبها في التعليقات. كنوجه له التحيه وكنوجه له الشكر، وكنفتخر بهذا الشخص حقيقه، ونفتخر بالحاضرين كاملين، لانه ذاك اللي خلق لهم في المحبس رجعوا منه احتفاليه كبيره. يعني هذا الاقساف ولا قذائف البوليساريو كداعي لان اقساف ضد العدو عادت العاب ناريه لا اقل ولا اكثر. النقطه الثانيه واللي تكلمت لها في بدايه الفيديو وغنسمعوا في التسريبات الصوتيه، على انه هذه الاقساف اللي عرفت مدينه او منطقه المحبس نجاو منها مرتزقه البوليساريو، نجاو غنشوفهم بالصور. نجاو علاش ينجاو؟
علاش يرجعوا؟ علاش؟ وانا عندي معلومات كنت تكلمت عليها مسبقا على انه من يعود قصف دروني مغربي في المناطق العازله تقتلوا 4 5 كينجاو 6 7 وكيكونوا تموا لا جرحى مصابين ما قادرين يتحركوا، ولا كيعودوا قتلى مقتولين. شكون اللي يقدر يرجعهم للمخيمات يدوب؟ ما يقد حد. وسمعت على انه بوليساريو كطلب المينورسو انها توسط لها مع المغرب، او كطلب المينورسو والمينورسو كطلب من المغرب على انه يسمح للبوليساريو يدخلوا بشكل مدني مع حاملين السلاح يسعفوا جرحاهم وينقلوهم وينقلوا حتى جثثهم. وسمحوا لنا خوتي على ضجتنا في الشارع. هذا ما نبغيش الاخوان. انا ما كرهتش شكون دوك الجرحى السبعه اللي جاوا اليوم تدخل القوات المسلحه الملكيه بطائره هليكوبتر او بريا ويجيبوهم لنا، يجيبوا لي شي داك كحل الزفاره نبقى على مولات تصرفيق، يجيبوه لنا هنا ولا يقبضوهم. علاه يخلوهم يرجعوا للمخيمات؟ علاش ما يقبضوهمش؟ وعلاش ما يقتلوهمش كاع؟ يزيدوهم 4 صواريخ 5 يقتلوهم في صفهم كاملين، لا يرجع واحد منهم. علاه؟ هادو جايين يقتلونا، جايين يقصفونا، علاه نخلوهم يرجعوا؟ علاه؟ وهنا انا موجه رساله القوات المسلحه الملكيه والمسؤول القائم على القوات المسلحه الملكيه او المسير الدرون. مسير الدرون لا تخلي حد ينجح. وانا في ما نقولوا على اننا ناصحينكم، احنا ما نعودوا كيفهم اكثر درايه، نو. دوك الناس كامل احترامنا لهم، وفي البدايه وفي الاخير حنا نشكروهم جزيل الشكر على هذه اليقظه. كيف هذو الناس جاو عطاو العاب ناريه في المحبس، ما عقبوا رجعوا للمخيمات. تحيه واجلال وتقدير لهذو الناس. عموما نسمعوا تسريبات صوتيه على الهالكين، ونسمعوكم مولي تسريبات صوتيه في اخر فيديو على عناصر بوليساري يقولوا باريس راهو يشد خبارنا وكذا وكذا. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم اهل الجروب، شحالكم؟ لاباس؟ بخير ياك؟ لاباس الحمد لله. او غير هذا لا حد انه فززهم من بلادهم وتشوف، او الصواريخ اللي استسوا ولا الكرات، غير ما خرجتوا الجانب الاخر كم استشهد من واحد. خارق سمعت عن خارقين واحدين استشهدوا. السلام عليكم جماعة الخير، شحالكم؟ لاباس بخير يا اخوتي. وهذا احمد محمود، قالوا عنه خي مجروح مولي، والله حق. مرحبا الزين، اش طاري؟ لاباس؟ حق جريح راه شهر الدشرة. لا طلبوا له الشفاء ان شاء الله للمسلمين اجمعين، الله يشافيه ان شاء الله. مرحبا بكم من برخيم تال الصحراء، ياك لباس، ياك الخير، ياك العافية. باتوا البريش ما يصنت له حد اللي يعملوا ما يعيش، لا حد يجيب لنا صويته اللي يطرح فطرته، راجينا من عند الله. ذوك الشهاد وإحنا مفتخرين بيهم، معانا مولانا اللي مفتخرين بيهم، ماشيين مشيت الرجال ولا هم ماشيين مشيت جويفاتهم هم. أقول لهم بيرشي العادي يحشم ما تلالهم اللي ما هو الشهادة يشد أخبار بل بعد قاهركم قاع. أقول وعلى أنهم اللي راهو اللي بقى له يقهرهم بإذن الله تعالى من جيش أهل الصحراء ومن أهل الصحراء دور يقهر ذوك مخين زولين يلين يعرفوا عنهم ومشاغلين فيش. والشهادة مرحومين موت الله هي الخالق،
موت الشهادة ما قد تقدرت على حد، وإحنا قاع ما تقدر علينا أصلا، قاع خلقنا ندور ولا الشهادة إلى ودنا بها مولانا. حامدين الله وشاكرين. مرحبتي بيك وسهلا وهلا، جزاك الله خير، جزاك الله خير. حق بعد عدله، لا اللي عنده هو الرقم مغربي تعالى ساحبوا يعملوا ناظر من حنا هون اللي من 75 ربينا تحت اللجوء حامدين مولانا، واللي عندنا راهو تحت التراب وكيلنا مولانا في ذاك اللي صرب لاوديات. لا تعالى السمرقوا اللي كامل عنده رقم. مرحبتي بيكم القرب منبر المقاتلين الزينين الشجعان الابطال، خيب لكم ان شاء الله المظنه يخيبها في قلبه وفي كبده. راجينها من عند مولانا وداعين ولا المولانا، داعين مولانا ذاك اللي صرب لاوديات العويلي بالريش، يحرق بي وبي منين تشو وبي الشريحه المخليته وبي ذاك وبي بي 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 من هون يلو. وكنا مولانا في ذاك اللي صرب لاوديات ما اشتكى بعد على حد من قد بعد مولانا، حرام عليك. وثانيا مولي ما حاصل لك شيء، صرب اودياته الصحراء تمشيهم العويلي بالريش، يحرق بي وبي الشريحه المخليته وبي ذاك. وحسبي الله وان نعم الوكيل في ذاك اللي عدلها، حسبي الله وان نعم الوكيل. وكلنا فيه لا الله ذاك اللي صرب لاوديات، وكلنا فيه لا مولانا لا مولانا. مرحبا بيك وسهلا تفرح، مرحبا بيك وسهلا والله، مرحبا باقي الرفقاء والرفيقات، مرحبا بالمقاتلين. هذا حد كان ما هو طالع لنا بوكار له يمرق حاله ذيك تهناي منها، واللي عنده رقم 212 له يمرق حاله نمرقوا انا. السلام عليكم أنبار المقاتلين والمقاتلات والمجاهدين والمجاهدات والمناضلين والمناضلات. إيش حالكم يونيك لباس يا الخير. المقاتل اللي آدمين جروب راني نسلم عليك حتى نتفرح من تر ونبلغ لك السلام، وراهم في وكالاتنا القبيل وشد أخبارنا وتعزيتنا لأهل الشهيد هذا اللي كنا نعزو، راهم دايرهم عويلي بالريش جايبهم له حد من جروبونا هون جروبو المقاتلين، ولا أعرف الشي ذاك اللي مسرب كلامنا عويلي بالريش، اللي أعرف له شي داير تانا عليك يا ولد عمي المعلوم. مقاتل حامل الامجاد اللي راهو بعد كلامنا ذا كامل، إذا كلام الطفل ذاك معايا أنا كان يقول لي كنت شاك عن خويا فيهم وعقبت تكلمت معاه كلامه فهم، وكلامنا كاملين فهمت يا عند عويلي بالريش. مات راعي جانا في منبر خيمته في الصحراء، ولا أعرف ذاك بعد اللي مسرب ذاك الكلام اللي معانا هواتي في جروب المقاتلين، ولا صفيه بعد لا يرتان عليك بعد يا ولد عمي دا صفيه. هذا خياتين الشين ويفضح عاد قاع ما يقول حد لا إله إلا الله ما صبحت عند المقاربة. السلام عليكم منبر المقاتلين، انتم ايش حالكم يا لباس خير ياك العافية الحمد لله ماشي. حق المشرفين حد كامل ما طلع لكم ما يتكلم ما مشى عادي صوتي، قالت لكم ما تستقبلوا قاع هاي تعود من الشروط قاع الدخول قاع في الأول قاع. هاي الباقي لا تدخل برقم هو صوته ما هو خارج، ولا تتكلم ولا تكتب قاع، حتى الكتبة قاع ما تكتب. يالتها لا الشو ما حد كامل ما يمشى صوتي ما ظل قاع ندخل قاع المنابر.